القومية. عقد كونفرنس المرأة الكردية الأول في روجافايا كردستان بتاريخ 23 آذار 2025 بحضور 300 امرأة كردية من مختلف مناطق روجافا وسوريا، ممثلات عن الأحزاب السياسية الكردية ومجالس المرأة ومؤسسات الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. بدأ الكونفرنس أعماله في الساعة 10 صباحا بكلمة ترحيبية تلاه نقاشا لآخر المستجدات السياسية في الساحتين الكردستانية والسورية، وتطرقت المشاركات إلى أهم التحديات التي تواجه المرأة الكردية في ظل السياسات الإقصائية المتبعة للأنظمة القوموية ذات العقلية الذكورية وهيمنة السلطة الأبوية. كما وتم تسليط الضوء على وضع المرأة ودورها الفعال في بناء المجتمع الديمقراطي المبني على الحرية والعدالة والمساواة، وضرورة تكاتفها وبناء تحالفاتها على مبادئ مشتركة لضمان حقوقها، والوقوف في وجه الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له المرأة ومكونات الشعب السوري الإثنية والقومية والدينية، والذي ظهر جليا في الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة المؤقتة مؤخرا، وتجاهله لأهمية المشاركة الفعالة للمرأة في بناء سلام مستدام وتحقيق الأمن والاستقرار. هذا الإعلان الذي حرم المرأة من كافة حقوقها وقيدها وحبسها في دائرة من الأحكام الشرعية، ولمواجهة هذا الخطر يتحتم المطالبة بحقوقها والنضال من أجل تحقيق السلام والأمان والاستقرار. إن النساء الكرديات مستعدات للعمل سوية مع النساء من باقي المكونات والمشاركة في عملية بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية مبنية على أسس الديمقراطية وحرية المرأة والمجتمع الإيكولوجي. كما توقفت المشاركات على التضحيات الجسام للشعب الكردي للحفاظ على أرضه وهويته أثناء تعرضه للإبادة والانتهاكات الجسام خلال المراحل السابقة من قبل النظام البعثي البائد وإرهاب داعش والاحتلال التركي وهجماته المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا. كما تطرقت المشاركات على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في مناطقنا بما يتناسب مع هذه التضحيات. وقد ذكرت المشاركات في الكونفرنس الدور الطبيعي للمرأة الكردية المنظمة في روجافايا كردستان وشمال وشرق سوريا ودورها في حماية المنطقة وبناء الإدارة الذاتية الديمقراطية وتشكيل تنظيماتها الخاصة ونجاحها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية الاقتصادية التدريب والتعليم الحماية وغيرها، وصولا إلى تضمين حقوقها في العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا. وقد أكدت المشاركات في كونفرنس المرأة الكردية في روجافا أن نضال المرأة الكردية لم يعد مجرد قضية حقوقية، بل بات حجر أساس في بناء مجتمع ديمقراطي عادل يضمن الحرية والمساواة لجميع المكونات. كما أصبحت تجربتها منارة أمل للنساء حول العالم مستلهمة من فلسفة المرأة الحياة الحرية. كما وتم قراءة وثيقة مبادئ وقيم كونفرنس المرأة الكردية في روجافا ومناقشتها مع المشاركات للاتفاق على مضمونها والمصادقة عليها من قبل المشاركات في الكونفرنس. وعليه تم الاتفاق على مجموعة من المخرجات التي يتطلب العمل عليها من أجل حماية حقوق وحرية المرأة وبناء المجتمع الديمقراطي. 1. الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كردستاني شامل على مستوى أجزاء كردستان الأربعة في هذه المرحلة المصيرية والحساسة، تلبية لتطلعات وآمال الشعب الكردي وكافة النساء الكرديات، مع التأكيد على الدور الفعال للمرأة في صياغة الاستراتيجيات الأساسية. 2. الكونفرنس يدعو إلى عقد المؤتمر القومي الثالث للمرأة الكردية على مستوى أجزاء كردستان الأربعة في روجافايا كردستان. 3. الإسراع في عقد مؤتمر قومي للقوى الكردية في روجافا ليكون بمثابة منصة لتوحيد الرؤى والجهود السياسية والاجتماعية من أجل حل القضية الكردية في سوريا، والذي يعد ذات أهمية ضرورية وعاجلة مع ضمان تمثيل عادل للمرأة. 4. رفض الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة المؤقتة في سوريا ودعوتها العمل وفق القرار الأممي 2254 كمطلب جامع لكل النساء والمكونات والشعب السوري. 5. إن بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية هدف أساسي
أساسي لمكونات الشعب السوري وضمان لحماية حقوق المرأة، مع التأكيد على اتخاذ مشروع الإدارة الذاتية نموذجا يمكن البناء عليه كحل لكامل الجغرافيا السورية بكافة مكوناتها. 6. التأكيد على ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية ومراكز صنع القرار وبنسبة لا تقل عن 50% لضمان بناء سلام مستدام وبناء سوريا ديمقراطية. 7. العمل والنضال من أجل اعتماد المواد الواردة في العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا والمتعلقة بالمرأة في الدستور السوري القادم. 8. العمل سوية مع النساء من باقي المكونات السورية وبناء تحالفات الديمقراطية معا للمحافظة على حقوق المرأة وتضمينها في الدستور السوري الجديد. 9. التأكيد على أن الدفاع الذاتي المشروع حق وواجب على كل امرأة. 10. حث المرأة الكردية عبر تنظيماتها إلى لعب دور طليعي في النضال والوقوف في وجه كافة أشكال العنف والإبادة بحق النساء السوريات وتقديم المساندة والدعم اللازم لهن والتعريف بتجربة المرأة في شمال وشرق سوريا للنساء من باقي المناطق السورية. 11. التأكيد على ضرورة الاستمرار في عملية تدريب وتمكين النساء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها لتحقيق التطوير والتنمية اللازمة. 12. التأكيد على تأمين عودة آمنة للمهجرين قسرا من عفرين وسريكانيا وتل أبيض والشهبة وباقي المناطق المحتلة إلى مناطقهم الأصلية وضرورة تطبيق العدالة الانتقالية لجبر الضرر والتعويض عن الانتهاكات التي مورست بحقهم. 13. الكونفرنس يدعو كافة النساء الكرديات في روجافا وسوريا الانضمام للنضال سوية من أجل تحقيق الوحدة الكردية وتضمين حقوقهن في دستور سوريا القادم. إن القرارات والتوصيات التي خرج منها الكونفرنس تشكل خارطة طريق لرفع مستوى نضال المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات وتوحيد الجهود من أجل تحقيق رؤية سياسية موحدة للكرد في سوريا وترسيخ أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. نحن كمشاركات نؤكد على استمرار نضالنا من أجل تحقيق الوحدة القومية للكرد في روجافا وباقي أجزاء كردستان وتعزيز التضامن النسوي داخل كردستان وخارجها ودعم ومساندة كافة الجهود الهادفة إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن حقوق المرأة وكافة المكونات. وختاما نوجه تحية لكل النساء المناضلات في روجافا وكردستان والعالم ونؤكد وحدة المرأة وتنظيمها مع الضمان الأساسي لتحقيق الحرية والديمقراطية. القوى النسائية المشاركة في الكونفرنس الأول للمرأة الكردية في روجافا.